هلو ريديد فام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ hope you all doing good. اليوم جبت لكم قصه جديده ديال كريبي بيستا. بلا ما نطول عليكم let's get into it. في 2014 النيابه العامه قالت بلي جوج ديال البنات عندهم 12 عام من جنوب شرق ويسكونسن ضربوا صاحبتهم اللي حتى هي عندها 12 عام بالموس حتى كانت غادي تموت. البنات بجوج تحاكموا كجوج كبار بالتهمه ديال محاوله ديال القتل من الدرجه الاولى في المحكمه ديال وكاشا كاونتي. حكموا على كل وحده فيهم ب60 عام ديال الحبس. القاضي حدد الكفاله في 500 ألف US دولار كاش لكل بنت. وحده من البنات قالت للمحقق باللي كانوا كيحاولوا يوليو بروكسيز ديال سلندرمان اللي شافوه في واحد السيت ديال كريبي بيستا. كانوا مخططين يهربوا للغابه فين كاين القصر ديالو من بعد هاد الجريمه، وباللي غادي يقبلهم ويخليهم يعيشوا معاه في القصر ديالو اللي في نيكولا ناشونال فورست. وكانوا كيفكروا باللي الا داروا هاد الجريمه الحقيقيه غادي يكسبوا الرضا ديالو. البنت الاخرى قالت باللي كتشوف سلندرمان في الاحلام ديالها وباللي كيراقبها وكيقرا الافكار ديالها وكيقدر ينتقل من بلاصه لبلاصه. البنات عيطوا لصاحبتهم في واحد سليب اوفر نهار الجمعه بالعشيه. كانوا مخططين يقتلوها بالليل باش ما يحتاجوش يشوفوا عينيها كيف ما قالت واحده من البنات للبوليس، ومن بعد غادي يهربوا. ملي وصلوا للغابه واحده من المتهمات شدت الضحيه والاخرى ضرباتها 19 مره بالموس في يديها ورجليها وصدرها. الضحيه بدات كتغوت باللي كتكرههم وبدات كتحاول تهرب وهي كتركل، وهذا الشيء على حسب ما قالت واحده من المتهمات للبوليس. اغلبيه ديال الضرابي جاو في الاعضاء الرئيسيه ديال البادي ديالها، ولكن الضحيه بقات حيه من بعد هذا الاعتداء وقدروا الاطباء يعتقوها. واحد من البوليس قال باللي ما كانش غير موقع واحد اللي كانوا كيستعملوه البنات باش يجيبوا هاد المعلومات على سلندرمان. كاينين بزاف ديال المواقع اللي فيهم نفس النوع ديال القصص ونفس الموضوع، وقال بلي خص هاد القضيه تكون تنبيه لكاع الوالدين وكيشجعوهم باش انهم يراقبوا ويقيدوا الاستعمال ديال ولادهم للانترنت. القاضي توماس بيبر قال في اول جلسه ديال وحده من البنات: كنعرف بلي مازال صغار في العمر ولكن ما متيقش هذا الشيء. البنات دخلوا المحكمه بالمينوط ولابسين اللبسه ديال الحباسه. كانوا مدورين بهم كاع الحراس ديال الامن، وشي افراد من عائله ديال واحد البنت بداو كيبكيو، ولكن افراد العائله ديال البنت الاخرى تعبير في الوجه ديالهم. واحده من المحاميات ديال البنات طلبات من القاضي بيبر يخرج للصحافه من المحكمه حيت كانت غادي تحاول تخلي الموكله ديالها تحاكم في محكمه الاحداث، ولكن بيبر رفض هذا الطلب وتحاكموا كزوج بنات بالغين. كما سمعتوا هذه القضيه خلات العالم كامل يبدا يهضر على الاثار اللي يمكن تكون عند القصص الخياليه ملي كيتلاقاو مع المشاكل النفسيه او سوء الفهم عند شي دراري. ولكن شكون هاد سلندرمان وكيفاش بان تولى عنده هذا التاثير؟ سلندرمان كيتعتبر واحد من اشهر الشخصيات في العالم ديال الكريبي بيستا، وممكن هو اللي تشهر من الانترنت العالم والثقافه الغربيه اللي معروف فيها بزاف. السميه ديال سلندرمان جات من سلندر اللي هي رقيق بزاف، اند مان راه في كرسي راجل، وهو شخصيه خياليه تخلقت بتاثير من بزاف ديال القصص والاساطير اللي كانوا قبل منه. مع الوقت سلندرمان ولا كيمثل كيفاش الفولكلور والقصص كيتقدموا وكيتبدلوا مع الانترنت ولا مع الجينيريشن الجديده. نهضروا شويه على كيفاش كيبان سلندرمان او الابيرنس ديالو، حيت كاينين بزاف ديال ستوريز والكتوبه بدلوا في الشكل ديالو من واحد القصه لاخرى، ولكن المظهر ديال سلندرمان كيقدر يكون مختلف شويه على حساب المصدر. ولكن كاينين شي صفات اللي بقاو نفسهم في كل روايه. غالبا كيتصور سلندرمان بحال واحد الانسان اللي طويل بزاف بطريقه غير طبيعيه وكيلبس واحد الكوستيم كحل مع واحد الكرافات. وجهه في الغالب الحالات ما كيكون فيه حتى شي ملامح، لا عينين لا نيف لا فم. غالبا كيكون بيض ولا بيل او لا تيكون رمادي فاتح. ولكن في شي روايات كيتوصف بواحد الانيماليستيك ماوث، وهذا الشيء كيزيد يخليه كيخلع اكثر. كيقولوا بلي سلندرمان عنده القدره يمد او لا يطول يديه ورجليه كيف ما بغى، خاصه يديه. وفي بزاف ديال التصاور كيخرجوا من ظهره مخالب طوال او كيكونوا عنده يدين كيشبهوا ديال الاخطبوط. في غالب القصص سلندرمان كيعيش في البلايص اللي خاويين ولا مهجوره ولا اللي كيخلعوا، بحال مدخل ديال شي غابه او الغابات الكبار
او الاراضي المهجوره اللي كاينين برا المدن، اللي كيخلي سلندرمان كيخلع بزاف ماشي غير الشكل ديالو، ولكن حيت ما كاينش قصه واحده رسميه كتقول شكون هو بالضبط. ملي تخلق اول مره ما كانتش القصه كامله، غير تصاور ومعاهم واحد الجمل صغار وغامضين، وهذا الشيء خلى الناس يبنيو عليه روايات جداد. وحيت كل واحد كيزيد شي وصف من عنده، كاينين شي حوايج اللي يعاودوا يبانوا في بزاف ديال القصص، من بينهم باللي سلندرمان كيبان قريب للغابات وكيغري الدراري الصغار باش يتبعوه ويبعدهم على والديهم ولا صحابهم، ومن بعد ما كيبقاوش يبانوا. كاينين تا ستوريز كتقول بلي سلندرمان ما كيقتلش ديما بيدو، ولكن كيأثر على العقل ديال الضحايا ديالو حتى كيوليو يديروا افعال عنيفه او لا تقدر توصل للكرايمز. وتيقولوا حتى فاش كتقرب منه كتقدر تمرض ولا كتجيك واحد الكحل اللي سميتها سلندر سيكنس. وفي واحد من الاشهر الاقتباسات ديال سلندرمان كتقول بلي كتغوت على الاخرين وكتقول لهم ما يشوفوهش، ولكن ملي كتحل عينيك كتكتشف بلي اوريدي شافوه وفي ديك اللحظه كانوا ديجا مختفيين. most of social media كيقولوا بلي الاصل ديال سلندرمان مجهول. الحقيقه هي بلي البدايه ديالو راها معروفه وسهل نتبعوه. سلندرمان في الشكل ديالو الاصلي is created by Erik Knudsen، اللي كان كيستعمل السميه ديال المستعاره ديال فيكتور سيرجي. في 2009 كانت واحد المسابقه في الفورم ديال something awful، طلبوا منهم يديروا تصاور مصايبه بالفوتوشوب باش يخلقوا بهم اساطير جديده او قصص غامضه. إيريك كنودسن شارك بالتصاور ديالو نهار 10 جون 2019. التصاور كانوا كيبانوا فيهم مجموعه ديال الشباب ولا الدراري الصغار، وفي الخلف كيبان واحد الراجل طويل بزاف لابس كوستيم كحل هو سلندرمان. ملي كتشوف التصويره في الاول كتبان عاديه، ولكن ملي كتركز شويه كتلاحظ بلي هاد الشخصيه طويله بطريقه غريبه، وجهه ما فيه لا عينين لا نيف لا فم، ولكن التصويره كتبان دارك بزاف، حيت الا ركزتي في الملامح ديال دوك الدراري الصغار راه كتخلع مو. مع هاد التصاور إيريك زاد واحد سنتنسز قصارين مكتوبين بطريقه كتبان بحال الا هما شهادات ديال الناس شافوا هذا المخلوق. هاد الجمل ما كانوش كيفسروا كل شيء، ولكن كانوا كيعطيو اشاره للاشطره وعلى العلاقه بين هاد الاحداث وسلندرمان. هذا اللي خلى الناس يبداو يكتبوا روايات جداد، ومن هنا تبدلات الشخصيه ديال سلندرمان من تصويره بسيطه لواحد من اشهر الاساطير ديال الانترنت. ملي إيريك كنودسن زاد مع التصويره شي جمل قصارين وغامضين، التصويره ما بقاتش غير تصويره، ولات اول قصه ديال سلندرمان، ولكن ما كانتش قصه كامله بالترتيب، كانت مقسمه لاجزاء وكتخلي اللي كيقراها يتخيل بزاف ديال الحوايج. من بعد هذا البوست الاول بداو يوزرز اخرين في الانترنت كيزيدوا سلندرمان في القصص ديالهم وكيكتبوا عليه وكيقولوا باللي تلاقاو معاه بصح. مع كل قصه جديده كانوا كيزيدوا تفاصيل جداد عليه، وبشويه بشويه بدات الشخصيه ديال سلندرمان كتطور، وهذا الشيء كان كيعاون في البناء ديال واحد الاسطوره كامله على سلندرمان. ولكن حيت القصص كانت كتنتشر بسرعه كبيره وكيختلفوا بعضياتهم، ما كايناش روايه رسميه او لا فيرجن وحده اللي كلشي كيتفق عليها. من بعد البوست ديال إيريك كنودسن واحد اليوزر سميتو ليش كود 5 زاد التصويره ديالو مع واحد القصه جديده كتدور على سلندرمان. وبنهار ديال 14 جون 2009 يوزر اخر بسميت ترينش مول داخل سلندرمان في واحد القصه من الخيال ديالو. من بعد واحد اليوزر كيتعرف ثورو اب كتب حتى هو قصه كتقول باللي كاين مخلوق في المانيا كيتبع الدراري الصغار قريب من الغابه. هاد القصه ما كانتش حقيقيه. بنادم بدا كيروج باللي راه سلندرمان عنده تاريخ قديم ومشحال هذا هو كاين، ولا هو الموضوع الرئيسي ديال واحد السيري ديال الفيديوهات اللي في يوتيوب سميتها ماربل هورنتس، اللي تكريات على واحد البوست ديال اليوزر تروي واغنر. هاد السيريز كانوا كيقولوا باللي راه كيوثقوا الاحداث والاشياء الغامضه اللي وقعات في الوقت ديال التصوير اللي كانوا خدامين على واحد الفيلم سميتو ماربل هورنت. القصه كانت كتبان بحال الا هي حقيقيه، وهذا الشيء زاد خلى بزاف ديال الناس يتيقوها. ما كانتش غير يوتيوب، كانوا حتى مستعملين ديال تويتر وتشانلز وحدين اخرين في يوتيوب كملوا القصه من جهه مختلفه. واحد من الاسباب الكبيره اللي خلات سلندرمان يولي سكاري لهذه الدرجه هي هاد الغموض اللي كيحيط به، وتا واحد ما عارف بالضبط شنو كيبغي
وشنو هو الهدف ديالو. مع ان بزاف ديال القصص كتقول باللي كيخطف اولا كيقتل الدراري الصغار، مي ما كاينش شي دليل كيأكد باللي هذا هو الهدف ديالو الوحيد. الحاجه الغريبه اللي في سلندرمان هي ما كيبانش كيخاف من النهار اولا من التصاور، بالعكس كيبان بحال الا ما كيهموش اولا ما كيتسوقش الا تصور اولا شافوه الناس. كاين اللي كيقول باللي الا واحد بدا كيتوسوس بزاف سلندرمان وكيفكر فيه في كل نهار، هو كيبدا يتبعو، كيخليه يشوف غير شي بيسز منه باش يزيد يخلعه ويخليه يعيش في واحد الرعب. بالنسبه لهذا الشيء بزاف كيقولوا بلي سلندرمان كيستمتع بالتعذيب ديال الضحايا ديالو نفسيا قبل ما يدير لهم شي حاجه اخرى. كيبان حتى بالليل ولكن ما كيمشيش بطريقه عاديه. في بزاف ديال القصص كيبدا يتحرك بحال الا كيعوم في الهواء ولا كيزلق بلا ما يحرك رجليه. هذا الشيء خلى شي ناس يقولوا بلي يمكن هو ماشي مخلوق بشري اصلا، ولكن يقدر يكون شي كائن روحاني ولا مخلوق من عالم اخر. وهذه الفكره كتفسر علاش كيقدر يتحرك بسهوله مع ان الجسم ديالو كيبان ماشي متناسق. بزاف ديال الناس بداو كيقولوا باللي شافوه بعينيهم، وفي الاغلب الحالات كيبان بالليل واقف برا كيتفرج من الشرج محلول، او كيقطع الطريق قدام شي واحد كيصوب بوحدو في طريق خاويه وبالليل. وفي كل مره كيبان فيه مع الدراري الصغار في تصويرته كيقولوا باللي هاد الدراري الصغار كيختفيو من بعد مده. سلندرمان زاد ولا الالهام ديال بزاف ديال القصص والاعمال بحال السيري المعروفه ديال ماربل هورنت، ولكن تيل توداي تحد ما عرف شنو هو الهدف الحقيقي ديالو. وهذا الغموض هو اللي خلاه يبقى واحد من اشهر الشخصيات ديال الانترنت رعبا. نتمنى تكون عجبتكم الكريبي بيستا ديال سلندرمان. tell me الا كنتو باغيين more of this. I will be so happy باش انني نقدر نزيد هاد التايب ديال القصص. خليوا لي comments، خليوا لي likes، tell me what do you think about the stories. وكنت معكم ريديت بالدارجة.